كل سنه وانتم طيبين. طبعا احنا في 2024 دلوقتي. ناس فاكره ان التسويق هو المبيعات، او التسويق هي الاعلانات وشغلانه يعني ما يعلم بها الا ربنا. فالفيديو ده ليك لو انت صاحب براند او عايز تفتح مشروع وعايز تعرف بقى ايه الاستراتيجيات الجامده دلوقتي اللي بتنفع في الديجيتال ماركتنج. هكلمك النهارده عن 5 استراتيجيات عالميا هي اللي ماشيه، وهو ده الترند اللي ماشي في 2024، وعلى ما اظن يكون مكمل 25 و26 كمان لحد ما نشوف طفره جديده، وساعتها هنبقى نعمل فيديو جديد. فتابعنا لو انت مش متابعنا والكلام ده كله. ويلا بينا على اول استراتيجيه. اول استراتيجيه معانا هي الكونتنت ماركتنج. الكونتنت ماركتنج في مصر والوطن العربي مهدور حقه. ليه؟ عشان احنا كبزنس او ماركتيرز عايزين نخلي العميل اللي قدامنا يشتري وخلاص، ومش هممنا العميل ومش هممنا ان احنا نعمل علاقه معاه، نبني ريليشن شيب معاه. طيب ازاي بقى نعمل الكونتنت ماركتنج ده؟ عن طريق ان انت تدي فاليو ببلاش كده، تقعد تدي معلومات ببلاش في المجال اللي انت فيه. يعني انا دلوقتي واحد بتاع فتنس ترينر، اللي هو الناس بتقعد يدربوا في الجيم والكلام ده كله. فزي اللي هم مؤمن ماهر، سام سموي، انفورما، مش عارف الدره والكلام ده كله. فكل الناس دي عندها بخدمه بيقدموها ان هم متابعه معاك ويعملوا لك جدول ومش عارف ايه. بيكون سعره مثلا 3000 جنيه في الشهر، ولا مش عارف 3 شهور ايا كان. فازاي هم هيبيعوا الموضوع ده؟ ممكن هم يروحوا يعملوا اعلانات على الفيسبوك ويدفعوا فلوس مش عارف ايه والكلام ده كله. بس انا برضو كمعتز تخين انا ما اعرفش الناس دي، اول مره اشوفهم، شفت اعلانهم مش عارف اشتري ولا لا. لكن الناحيه الثانيه هنخش على اليوتيوب، هتلاقي على عند كل واحد تشانل. هتلاقي الدر عنده تشانل، مش عارف سامسونج عنده تشانل، وبيدوا فري انفورميشن، معلومات مجانا كده، وبيتكلموا عن ازاي بقى تخس، ويطلعوا يتكلموا فيديو ويعملوا فيديوهات مش عارف ايه. فانا كمعتز اول مره اشوف الناس دي او بتابعهم، فيوم ما يجي في دماغي ان انا عايز اخش اخس او اعمل خطه تغذيه ولا مش عارف خطه تدريب ولا ايا كان، اول حد هيجي في دماغي هو الدره، او مش عارف سام سموي، او انفورما، او مؤمن ماهر، والناس دي كلها. فهي دي الكونتنت ماركتنج. انت في اي مجال انت فيه، اي مجال هتلاقي نفسك بتدي معلومات ببلاش في الموضوع ده. انا مثلا بدي معلومات ببلاش عن الماركتنج. لو انا ببيع كورسات، انا ببيع، مش انا ما ببيعش كورسات بس، يعني لو انا ببيع كورسات هتلاقي تحت في صندوق الوصف كورس الكوبي رايتنج ببلاش طول شهر رمضان. فانا ببيع كورسات، فهقول لك خش انت هتلاقيني جامد في الماركتنج ومش عارف بشرح والكلام ده كله. فهتقول ايه ده؟ طب ما انا اروح اشتري كورس الكوبي رايتنج من عند معتز. فساعتها انا اديتك فري انفورميشن دلوقتي في الفيديو، فانت هتثق في معتز فتخش تشتري من عنده البرنامج بتاعه او الكورس بتاعه او الخدمه بتاعته ايا كان الكلام ده كله. هو ده الكونتنت ماركتنج، انت تدي الاول وبعد كده تاخد. احنا في مصر بنحب ايه؟ ناخد بس، نقعد يلا اشتري 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 وما بنديش. فساعتها مفيش ثقه ما بيني وما بين العميل او الزبون المحتمل او شريكي في النجاح، صاحبي اللي هينزل يعمل لايك على الفيديو دلوقتي. تاني حاجه معانا هي السوشيال ميديا ماركتنج، بالاخص الشورت فورم والبودكاست. الاثنين دول بيمشوا مع بعض قوي دلوقتي. خش على التيك توك، خش على اليوتيوب، هتلاقي كل الكلام ده ان هم الناس عماله تعمل شورت. والناس بتحب دلوقتي خلاص الحمد لله، احنا دماغنا باظت فبقيناش بنحب نتفرج على فيديوهات طويله، فبقينا نحب نتفرج على الفيديوهات القصيره اللي هي ايه، الاتنشن بتاعنا بقى خلاص مش قادر، يا دوب بتفرج على 5 ثواني وبزهق. فده طبعا مشكله يعني كبيره موت، بس ده اللي شغال دلوقتي. فانت لو عندك برضو صاحب بيزنس او ايا كان، فانت تعمل شورت فورم كفيديو او بودكاست بتتكلم في المجال بتاعك. انت مثلا بتتكلم عن مجال ايا كان، عندك شركه سمساره في البورصه، فانت تعمل مثلا ايه، تطلع تتكلم في ازاي الناس تستثمر، ازاي شركتك كويسه ومش عارف ايه والكلام ده كله. تقسم الفيديو لحاجات بقى شورتس كده، فيديوهات 60 ثانيه ل 3 دقائق، من دقيقه ل 3 دقائق، مش 15 ثانيه بس عشان مش هياكل معانا قوي، بس من دقيقه ل3 دقائق. وتفضل تقعد تتكلم في الشورت فورم. الناس هتقعد تتابعه على التيك توك وعلى الانستجرام، ابتدى يزقهم هم قوي اللي هم من دقيقه ل3 دقائق. وتقعد تتكلم مع الناس والشباب، وتعرف توصل للشباب عن طريق الشورت فورم. والبودكاست بقى هتلاقي في ناس بتحب قوي البودكاست، وابتدى دلوقتي يروح كتير قوي حته البودكاست. كمان انت لما تيجي تعمل بودكاست تقدر تقسمه لشورت، تقعد تقطعه كده بقى، تخليه تاخد البودكاست بتاعك اللي هو ساعتين تقعد تقسمه على مش عارف 100 فيديو، كل فيديو 3 دقايق ولا دقيقتين ولا دقيقه. تقعد بقى تقسمه وتقعد توزع، تحط على التيك توك وعلى انستجرام وعلى لينكد ان مش عارف ايه، تنتشر. وهي دي السوشيال ميديا ماركتنج، انت هتلعبها بالحته دي شورت فورم. ولو هتعرف تعمل بودكاست يبقى جامد موت. ومش شرط البودكاست تعمله مع حد، ممكن تعمله لوحدك تطلع تتكلم. انا ان شاء الله ناوي اعمل في المستقبل، اجيب كده
كرسي احلى من ده وحيطه ورايا جامده مود بقى وبتاع، واقعد اتكلم في البودكاست بقى عن حاجات واجيب المايك والكلام ده كله كاني بكلم حد قدامي وكده. بيسموه الفيك بودكاست، اللي هو كانك انت بتكلم حد وبتاع، بس انت مش بص للكاميرا، انا كاني بتكلم فاهم يعني. انت هي بتوصل لكده ونقعد نعمل كده وانا اصلا ما بكلمش حد، ده اسمه الفيك بودكاست يعني. بس ايا كان. تالت حاجه معانا وهي الارتكلز والبلوجز. فاكرين زمان المدونات؟ فعشان كده انا اصلا عملت الويب سايت، تقدر تخش تشوفه على اللينك تحت كده. هبتدي انزل عليه ارتكلز وبلوجز كده، ابتدي احب اكتب بقى، بحب اكتب كده ونقعد ايه. بس مشكلته ان هو ايه، بياخد وقت طويل، فممكن يعمل مقاله مثلا في الاسبوع. بس حلو جدا برضو ان انت ايه اكتر سيرش انجن شغال في العالم؟ هو جوجل. الناس بتخش تسال اسئله على جوجل، فانت لو عرفت ترد على اجابات الاسئله دي في بلوج او مقاله، فانت كده يبقى جامد موت. فانت كده عملت حته اللي انت ترن الارتكلز وتكتب ارتكلز والكلام ده كله، فدي كويسه جدا. وتاني احسن سيرش انجن اللي هو اليوتيوب، اللي انت تقدر عليه تعمل بقى ايه، الشورت فورمز بقى والبودكاست اللي كنت لسه بكلمك عليهم. فدي احنا كده بناخدها من هنا ومن هنا وبنكسبها من هنا ومن هنا، فاحنا هنكسر الدنيا. بعد كده عندنا رابع حاجه وهي الايميل ماركتينج. ماشي، الايميل ماركتينج هو مش موجود في مصر انا عارف كتير، بس هو موجود بره وان شاء الله هيخش علينا في مصر قريب. بس احنا بس محتاجين ايه كمصريين نبص على ايميلاتنا شويه. الايميل ماركتينج باختصار ان هو انت ما تخش على اي موقع، اي موقع، تقعد كده 3 ثواني هتلاقي مره واحده طلع لك ايه، بوب اب كده، حاجه طلعت لك كده يقعد يقول لك ايه، حمل مش عارف ايه دلوقتي مجانا واكتب الايميل بتاعك، او مش عارف خد خصم 10% واكتب الايميل بتاعك، او مش عارف تابع احدث الاصدارات والمش عارف ايه والكلام ده كله واكتب الايميل بتاعك. فانت لما بتكتب الايميل بتاعك بعد كده بتلاقيهم بقى ايه، بيبعتوا لك على الايميل بتاعك العروض بتاعتهم، المنتجات بتاعتهم الجديده ايا كان. انا برضو عامل ايميل ماركتنج دي، لو انت نزلت تحت تقدر تحمل دليلك التسويق الفعال في صفحه واحده بس. ده اي بوك كده انا عملته، صفحه واحده بس تقدر تسوق لاي منتج، تقدر تحمله من تحت على طول في اللينك. هاخد الايميل بتاعك بعد كده شويه هبتدي هبعت لك على الايميل واقعد نكتب مع بعض لحد ما نبني علاقه. وبعد كده اجي اقول لك مثلا الحق ده انا عامل كورس ب 100,000 جنيه، خش اشتريه. مين عارف فاهم يعني، مين عارف. بعد كده خامس حاجه والاخيره وهي الاعلانات. الاعلانات هتفضل جامده برضو، جامده مود، مع ان انا بحب حته الاورجانيك اكتر، فعشان كده اتكلمت عليهم في الاول خالص. بس الاعلانات برضو لسه موجوده، فانصحك جدا ان انت تتعلم اعلانات عن الميديا باينج. تقدر تتعلمهم من ناس لو انت بتعرف تتكلم انجليزي. اكتب هاو تو ران فيسبوك ادز وشوف فيديوهات جايبه واقعد اتفرج. لو انت مش عارف بالعربي، انا كنت بتابع واحد اسمه باسم مجدي، الميديا باير، ده بيعمل حاجات كويسه برضو. وفي هو ده بس الوحيد اللي في مصر باين، فده راجل كويس، شوف اتفرج عليه، بيقعد ينزل ابديتس وحاجات كويسه. فتابعه واعرف ازاي الاعلان بيتعمل، حتى لو مش تعمله اعرف ازاي الاعلان بيتعمل، فدي حاجه كويسه جدا يعني. وبس كده، هو دي الخمس استراتيجيات بتاعه الترندات اللي جايه واللي موجوده في الديجيتال ماركتنج في 2024 25 واتوقع 2026.